السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوصفة نتاع اليوم عبارة عن بريوش كيجي رطب وخفيف بحال اللقطن بدون دلك او اي مجهود. ومكوناته بسيطة ومتواجدة في كل بيت، فابقوا معايا للاخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبه للوصفه ديالنا فغادي نحتاجو 2 كيسان ونص ديال العنبه ديال الحليب اللي ندفيوه، ونزيدو معلقه كبيره ديال الخماره معجونه اللي هي عباره عن 10 غرام، ونزيدو لها 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده. فنخلطو كلشي مزيان حتى يذوب السكر. عاد غادي نزيدو كاس الا ربع ديال الزيت حتى هو نخلطوه مزيان. من بعد غادي نزيدو بياض بيضه، وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه اللي عباره عن 7 غرام. من بعد زدت 4 معالق صغيره ديال الملح وخلطت كلشي مزيان. هنا انا ضفت النكهه ديال الناطا وخلطت كلشي مزيان. من بعد غادي نزيد الدقيق. فبالنسبه للدقيق فغادي نخدموها تدريجيا. فالنص الاول غادي نخدموه فقط بالمضرب اليدوي، والنص الثاني غادي نخلطوه بيدينا. فبالنسبه للكميه ديال الدقيق فانا خدات مني 600 غرام، يعني المقادير مضبوطه 600 غرام، وبالكؤوس 7 الكيسان ونص ديال الكيسان ديال العنبه. صافي من بعد ما عجننا العجينه ديالنا وتجمعت لنا، غادي نزيدو معلقه كبيره ديال الزبده تقريبا 35 غرام، ونزيدو معلقه كبيره ديال الخل، وغادي نخلطو المكونات مزيان حتى تدخل في العجينه. صافي من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا مبقاتش كتلصق لنا في اليد، فغادي نغطيوها ونخليوها تخمر حتى تضعف الحجم ديالها. فهنا من بعد ما خمرتنا العجينه ديالنا وضعف الحجم ديالها كما كتشوفوا كتجي مهويه بحال دلكناها بيدينا. غادي نخرجوا داك الهواء اللي يدخل فيها وغادي نقطعوها كويرات صغار. تقريبا خرجت لي 17 الكره، يعني كل كره كان فيها 65 غرام ديال العجين. صافي هنا من بعد ما كملنا التشكيل ديال العجين ديالنا صافي خرجت لنا كما قلت لكم 17 القطعه. غادي نبسطوهم بيدينا غير واحد شويه وغادي نغطيوهم ونخليهم يخمروا تقريبا واحد 30 دقيقه، المهم على حسب الحراره نتاع الجو. فهنا من بعد ما خمروا ضاعف الحجم ديالهم فغادي ناخدو اصفر البيض وغادي نضيفوا له معلقه ديال الحليب وغادي ندهنوهم، وغادي نديروا فوق منهم شويه من الججلان. فحنا قبل ما ندهنوهم غادي نكونوا شعلنا على الفران على درجه 180 درجه، نخليوه يسخن لمده ديال 10 دقائق وغادي ندخلوهم يطيبوا. فالمده ديال الطياب فكتاخذنا ما بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. هنا من بعد ما طابو خداو اللون الذهبي كما كتشوفوا كيجيو مفشفشين. هنا كانوا مازال سخون عاد كي خرجتهم من الفران كيجيو رطب ومهويين ومفشفشين، وواحد المذاق رائع. خصوصا داك المذاق ديال الناطا كيعطي واحد النكهه رائعه في البريوش. هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، فكنتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وكنتمنىكم تجربوها، ونتلاقاو فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.